جيل لا يشبه أي جيل قبله، يسمونه جيل زد. جيل ولد وهو يحمل في يده شاشة، لم يعرف العالم من دون إنترنت، وها هو اليوم من شوارع نيويورك إلى أزقة الرباط يفرض نفسه كقوة اجتماعية لا يمكن تجاهلها. الصحة أولاً، ما بغيناش كأس العالم، الكرامة قبل الكرة. بهذه الشعارات صدحت أصوات شباب مغاربة معظمهم في العشرينات منضوون تحت ما بات يعرف باسم جيل زد المغربي 212. لكن من هم هؤلاء؟ كيف خرجوا من غرف الديسكورد والتيك توك ليملأوا شوارع الرباط والدار البيضاء وطنجة؟ ولماذا يخيفون السلطة إلى هذا الحد؟ في هذا الفيديو سنكشف لك القصة الكاملة. كيف ولد جيل زد المغربي؟ وما هي خصوصيته مقارنة بجيل زد العالمي؟ ولماذا أصبح ينظر إليه كأول جيل رقمي قادر على نقل معركته من الشاشة إلى الشارع؟ لذلك من الضروري أن تتابع هذا الفيديو للنهاية، لأنك ستكتشف ما لم يجرؤ الإعلام التقليدي على قوله، وما قد يرسم ملامح مستقبل المغرب خلال السنوات القادمة. من ولد بعد منتصف التسعينات وبداية الألفية الجديدة وفتح عينيه على الشاشات قبل الكتب. من كبر على يوتيوب وتيك توك أكثر من القنوات الوطنية. من تعلم البحث في جوجل قبل أن يتعلم مناهج المدرسة. هؤلاء هم جيل زد، جيل رقمي بامتياز يعيش متصلا بالإنترنت 24/24، لا يؤمن بالانتظار ولا بالبيروقراطية، يرفض لغة الخشب ويبحث عن الحلول السريعة والمباشرة. لكن في المغرب أخذت الحكاية منحا مختلفا. هنا ولد ما يعرف اليوم بجيل زد 212، جيل يجمع بين الهوية الرقمية والانتماء الوطني، جيل يرفع صوته لأول مرة في الشارع بعد أن تعب من النقاشات الافتراضية التي لا تغير الواقع. المميز في هذا الجيل أنه ليس ابن الأحزاب ولا تربى في كنف النقابات، لا يمت بصلة إلى الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب في السابق من 20 فبراير إلى الإضرابات الطلابية والنقابية. إنه جيل جديد بالكامل، خرج من رحم العالم الافتراضي بلا رموز تقليدية ولا قيادات واضحة ولا أيديولوجية ثابتة. جيل يتحرك وفق إيقاعه الخاص، سريع، متصل، شبكي، متجاوزاً الوساطات القديمة ومعلناً بداية حقبة جديدة في علاقة الشباب بالشارع والسياسة. جيل زد في المغرب ليس مجرد امتداد للحركات الاحتجاجية السابقة، بل هو قطيعة تامة معها. جيل لا يثق في الأحزاب ولا في النقابات، جيل لم يعرف زمن الكلمة تلقى من على المنابر، بل زمن الكلمة تبث على لايف إنستغرام وتيك توك. جيل لا يقرأ البيانات الطويلة، بل يلتقط الرسائل السريعة المختصرة المباشرة. جيل يرى أن الانتظار مضيعة للوقت، وأن الحل يجب أن يكون هنا والآن. لكن ماذا يعني هذا فعلاً؟ إنه يعني أننا أمام أول جيل في المغرب يملك أدواته الخاصة للاحتجاج: الهاتف الذكي بدل الميكروفون، هاشتاج بدل الشعارات، فيديو قصير قد يحشد أكثر مما حشدته خطب طويلة. جيل متشبع بالعولمة لكنه في نفس الوقت شديد الانتماء المحلي. جيل يرفع علم المغرب أكثر مما يرفع صور الزعماء. وهنا تكمن المفارقة. هل نحن أمام جيل قادر فعلاً على التغيير؟ أم أننا أمام موجة جديدة من الغضب ستنطفئ سريعاً كما اشتعلت؟ هل سيبقى جيل زد 212 مجرد ظاهرة على السوشيال ميديا، أم أنه اللبنة الأولى لولادة مجتمع مدني جديد؟ المؤكد شيء واحد، أن هذا الجيل لا يشبه أي جيل قبله. والمؤكد أيضاً أن صوته بات مسموعاً في الشوارع وفي العالم الرقمي وحتى داخل أروقة القرار. جيل زد 212، جيل الغضب الرقمي، جيل الاحتجاج باللاوسطاء، جيل يكتب تاريخه بنفسه. والسؤال الذي يجب أن نطرحه جميعاً: إذا كان هذا الجيل اليوم هو الشرارة، فمن سيمسك بالنار غداً؟